خلينا نحكي من النقطة دي. ابن أختي نفخه لحد ما فنشر، وأنا ما كنتش متخيلة إن ده ممكن يحصل. أنا عارفة إن أغلبكم مش فاهم الحكاية، بس أنا لحد دلوقتي مش قادرة أصدق اللي حصل. وعلشان تفهموا الموضوع هحكي لكم من البداية. أنا كل فترة بكتب قصص وحكايات على الفيسبوك والجروبات لمجرد إني أملي فراغي. أنا سني 38 سنة، متجوزة لكن جوزي في دولة عربية بيجي كل سنتين مرة. حياتي فاضية، ما عنديش ولاد، وأنا الزوجة التانية. هو متجوز غيري ومعاه منها 3 أولاد، وأنا اتجوزني لما اتأكد إن فكرة الحمل دي مفيهاش أمل، وخلاني على الرف. كل سنتين ولا حاجة يجي يقضي معايا شهر. وعلى فكرة، مراته وعياله معاه في الدولة العربية اللي شغال فيها، وأنا بالنسبة له يحب يحكي على النت، يحب يسمع كلام حلو، عايز يتفسح يجي يقعد شوية ويرجع، وهو ربنا فاتح عليه. وأنا ما أقدرش أنكر إنه كان مكفيني من الناحية المادية كويس جدا، بس نفسياً وعاطفياً أنا كنت بنهار كل يوم. حياتي صعبة جدا، أنا عايشة وحدي، طول اليوم وحدي، وكل حاجة وحدي. وده خلاني أدخل لعالم النت، العالم اللي فيه كل حاجة. في الأول كنت بتكلم أتعرف على الناس شات، وكنت فاكرة إنه هبني صداقات، بس طبعاً أغلب الناس كانت بتحدف من أول شات شمال. وفي كتير قوي أكاونتات بأسماء بنات وهم رجالة أصلاً، وغير الكدابين والمنحنحين وقلالة الأدب. يعني شفت أصناف كتير قوي، وزهقت من الكلام مع الناس وحواراتهم. بعد ما اتنصب عليا حولت فلوس على أساس إنها محتاجة 500 جنيه وهتبعتهم بعد ما جوزها يرجع. بعد ما بعتهم عملت لي بلوكات، واكتشفت إنه ده نصبايا أصلاً. واستعوضت ربنا وقلت خلاص، وقررت إني أكتب. وكتبت الجزء ده. كان على غير عادته راجع البيت قبل الفجر، والمرة دي مش سكران، لكن واضح عليه الحزن والألم. ودخل الشقة ولقى خادمته نايمة على الكرسي بلبس الشغل، ولاحظ إن جزء كبير من جسمها الشبابي البكر عاري، وكانت زي الفاكهة الصبحة ليها إغراء النضارة. بصلها وابتسم وافتكر شبته، وقرب منها وهو بيفكر هل من حق العجوز يعود إلى أيام صباه؟ لكن كان جواه صوت بيرد: انت خدت زمنك، حرام عليك تاخد زمنك وزمن غيرك. انت دلوقتي لو قربت منها هتشوه في نظرها روعة ممارسة الحب. أصبحت كهل، جسمك يشمئز منه الناظر، وحركتك البطيئة المتثاقلة ستكون مرهقة جدا ومستنزفة لآمال طاقتها الشبابية. فتراجع في هدوء ليلاحظ أنها فتحت عيناها ونظرت له وقالت: سيدي، هل تحتاج إلى شيء؟ بصلها وقال لها بصوت دافي وحقيقي: انتي ايه اللي مخليكي تستمري في خدمة راجل زيي سكير؟ مش خايفة اني اعتدي عليكي او امد ايدي متحرشا بجسمك البريء او افقدك شبابك؟ بصت له ولم يظهر عليها اي ملامح ضعف ولا خوف ولا تحدي، وقالت له: قبل ما اجي اخدم في بيتك كنت في بيوت اكثر امان، أو تبان إنها أكثر أمان. اشتغلت عند دكتور نفسي وما كنتش كفوف رجليا بتنجو من نظراته المريضة. واشتغلت عند راجل متدين، وكان راجل محترم جدا، لحد ما في ليلة جري عليا وقومني من نومي ولزق جسمه في جسمي. وقبل ما يرفع حتى فستاني سمعت صوت نفسه بيرتخي، والعرق بدأ ينزل، وزعق فيا وطردني وهو بيقول إني فتنته وإني فتنة، وما دفعليش حتى تمن خدمتي المدة اللي قعدتها. ورحت عشت عند العجوز اللي كان بيقول لي يا بنتي، وفي وقت نسي إني بنته وقرر يتحرش بيا لمجرد إن صديق لي قاله إنه من حقه يعمل فيا كده ويجرب نفسه ويطمن. جريت وسبته وما كنتش ندمانة عليه. وأخيراً ستات ما كنتش بسلم من بين إيديهم. في منهم كان مكايد وشر لمجرد إني بنت جميلة،
وفي منهم اللي كان قسوة قلبه وعدم رحمة، وحتى الشهوة ما سلمتش منها. بس عارف، أنا من يوم ما جيت هنا في البداية كنت مرعوبة، لحد أول مرة شفتك سكران فيها. بصلها وقال لها: ليه هو أنا ببقى عامل إزاي وأنا سكران؟ ابتسمت في شفقة وقالت له: بص، أنت بتبكي وبتفضل تتكلم مع ناس من الماضي في حزن، وبتسترجع ذكريات عشتها، وكأنك بتحاول تصلح حاجات حصلت في زمن فات. كنت بحسك قوي ندمان على حاجات كتير، وفي الآخر كنت بتكلم واحدة بتعترف ليها بحبك ليها، وبتعتذر لها إنك ما قدرتش تكون الراجل اللي هي بتحلم بيه. بصلها وقال لها: انتي إيه اللي طمنك في كلامي وأنا سكران ده؟ هلاوي السك. قالت له: بص، أنا قريت في كتاب زمان إنه أصدق حاجة في الإنسان هي الحاجة اللي ما يقدرش يتحكم فيها، اللاوعي يعني. انت مالكش سلطة عليه، وده اللي بيطلع حقيقتك زي ما هي. واللي طلع منك وانت سكران وغصب عنك حب كبير ما تقدرش وما قدرتش تعيشه بسبب الظروف، وناس ما قدرتش تقف لثواني وتحس بقلبك وتساعدك وتعافر معاك علشان توصل للي بتحبها. فانت اخترت العزلة والحياة اللي انت عايشها، وانت مش واثق في البشر ولا البني أدمين. انت غرقان لأنك ما لقيتش يد تتمدلك. بصلها وهو بيحاول يمسك الدموع من عينيه. هي خدته من راسه وضمته لصدرها في حنان، وفضلت تطبطب عليه. وتاني يوم صحيت على صوت تأثير. بصت له وهي مستغربة: بتعمل إيه؟ قال لها: رغم إنك أبسط مما تتخيلي، لكن كلامك كان أقوى من كل الدعاة اللي قابلتهم، وكان بيوعظوني إني أبطل الخمرة. أنتِ كنتِ أقوى من تليف الكبد والخوف من الموت. أنا مش محتاج تاني للبار ده، لأني مش ناوي أشرب تاني. قصة بسيطة رمزية مفيهاش حاجة يعني، ونشرتها على جروبات الفيسبوك، ولقيت أكاونت كان بيعلق على كل بوستاتي تقريبا مفيش واحد سابه. بس القصة دي قرر يكملها، وده كان ملفت وغريب جدا، والتكملة كانت قريبة قوي من روحي. بس بصراحة كتابته للتكملة وتخيله للي حصل بين البي والخادمة، والرومانسية الواقعية اللي عاشتها البنت، وفكرة إن البي يقرر يتجوزها، ويقرر إنه مش هيعوض شبابه بجسمها، لكن هيرجع تاني للحياة ويكتشفها من جديد. والكاتب اللي كمل خد القصة البسيطة لحتة بعيدة قوي، بس جميلة بجد قوي، لدرجة إن القصة بقت أقرب إنها تكون عن علاقة حب محررة. حررت الباشا من سجنه في علاقة فشلت ومن الخمرة، وحررت البنت اللي اتسجنت في إساءة معاملة وطباع البشر السيئة، ودار بينهم ملحمة رومانسية أقرب وانت بتقرأ إنك بتشوف أوبرا بتتجسد قدامك، وسامع صوت الموسيقى في ودانك. أنا كست حسيت بفضول، عايزة أعرف مين ده اللي فاهم الست كده، ومين اللي قادر يرفع المستوى للوضع والحالة دي. والصراحة أنا اللي وأنا بقرأ الحروف بتتعض على شفايفي، وبحس إني عايزة أتحضن منه. ده إحساس مختلف، وراجل مختلف قوي، ده اللي كنت بتمناه حرفياً. وقررت إني أدخل أكلمه خاص. وكتب لي: نظر إلى كل جسدها بعيون رجل يتذوق طعم أنثاه. شعرت بالخجل، لكنه لم يعريها بعيونه، بل دفأ خوفها بإعجابه. اقتحم أنوثتها ولكن بالطريقة التي اشتاقت لها. أذابها دون أن ينطق، جعلها ترتعش وهي تشعر بالدفء العجيب، وتسحر ويغيب عنها الواقع الحاضر وهي واقفة أمامه. وفي لحظة واحدة أدركت أنه يحرك أطراف أصابعه على مشاعرها كعازف عود، وهي أصبحت بين يديه لحن. طبعاً أنا ست بموت في الشخص اللي له كاريزما أدبية، وبعشق الراجل اللي كده. وحسيت بصراحة إنه في متعة في كلماته سحرتني، وحسيتها ليا قوي. وفضل ما يردش عليا تقريباً أسبوع كامل وهو بيكتب لي بس حاجات زي دي، وأنا تخيله إنه بقرأ حاجات زي كده، وده أقل حاجة فيهم لمدة أسبوع كامل. ده كتب في وصف كف رجليها. أنا حالتي كانت لو شفته مش هيطلعني من حضنه، لو فيها إعدام هتحضن يعني هتحضن. وبعد أسبوع كامل وهو مستمر، وأنا بكتب له عايزة أعرف أنت مين، رد وقال لي: حبات الذرة لم تنظر غليان الزيت، بل اكتفت بأنفاسه، فمجرد إن نفخ فيها تفنشرت. أنا فضلت أضحك لأنه البيت ده كلامي، وهنا ابتديت أحس إنه في حاجة غلط، ورجعت أقرأ كتاباته،
هو كتب لي حاجات قريبة قوي من روحي في الكتابة، وقررت أسأله: هو أنت اللي كاتب الحاجات دي؟ بعت لي إيموجي ضحك، فسألته تاني. قال لي: هو أنت بجد لحد دلوقتي مش عارفة إنه ده كتاباتك؟ قلت له: طيب وتكملة القصة؟ قال لي: لو ركزتي في النص هتعرفي إنه قصة كتبتيها من 7 سنين، بس أنت نسيتي وعديتي نفس الفكرة تاني. ولما قرأتها قررت أرجع لك القصة القديمة. أنا قلت في نفسي إني عارفة إني بكتب وبنفسي، بس مين ده وإزاي معاه حاجاتي وحافظها؟ قلت له: أنت مين؟ قال لي: أنا اللي نفخه لحد ما تفنشر. أنا فضلت أضحك لأني كنت بقول كده لابن أختي وهو صغير لما كنا بنعمل الفشار، أقول له نفخه فيه لحد ما يتفنشر. بس اللي لفت نظري حاجة: إني بحب نفسي قوي، لدرجة إنه لو كان الكاتب ده راجل ما كنتش هتردد أبدا إني أقول له اتجوزني. وهنا حسيت إنه أنا مش قادرة أكمل في جوازي، وقررت أتطلق، وحياتي كلها اتغيرت، بقت أهدى بكتير. صراعاتي العاطفية يمكن شوية اتحلت، ولحد دلوقتي علاج الكتابة. لما بحس إني جعانة مشاعر بلاقي إيدي مسكت قلمي وابتديت أكتب. مش قادرة أتخيل في يوم إني أبطل أكتب. وعلى فكرة، ابتديت أحس بقيمة اللي بكتبه لما لقيت ناس كتيرة قوي بتستنى كتاباتي وقصصي وبتعيش معاهم حالة مختلفة بتطبطب عليهم. وحكايتي لحد هنا خلصت، بس حكايات القناة لسه بدري عليها. أتمنى ما تنسوش تعملوا لايك، وكمان تكتبوا في الكومنتات إيه رأيك في حكاية المتفنشر. ولو لسه مش مشترك في القناة، مستنيك تعمل اشتراك علشان يوصلك كل جديد.